في لحظات في الليل مفيش فيها غيرك انتي وربك. الكل نايم بس انتي واقفة بين ايدين اللي بيشوف وبيسمع وبيعرف اللي في قلبك من غير ما تتكلمي. قيام الليل مش بس صلاة، دي لقاء مع ربنا وسر من أسرار الطمأنينة. طب احنا ليه بنصلي قيام الليل؟ أولا علشان نقرب من ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. قيام الليل هو وقت القرب الحقيقي ولحظة الصفا. طب علشان ربنا سبحانه وتعالى يفتكرنا لازم ان احنا نصلي قيام الليل. طب ازاي ربنا يفتكرنا؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل للسماء الدنيا آخر الليل ويقول: هل من داعي فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يعني حد له دعوة وعايز الدعاء المعين فأنا ربنا سبحانه وتعالى يستجيبه، أو حد عايز يستغفر فاغفر له. انت بس قول يا رب وهو هيسمعك. وعلشان قلوبنا تتغسل من هموم الدنيا هي قيام الليل، لأن انت بتشتكي لرب العباد، أو من حاجة خايفة منها، أو من دعاء معين انت عايزاه، أو حزينة من موقف معين وبتقولي لربنا سبحانه وتعالى. هو بيستجيب لكل حاجة وبيسمعك. قيام الليل بيريح القلب وبيقويه. طب ايه جزاء قيام الليل؟ أولا بيكون في نور في الوجه والقلب، والناس اللي بتقوم الليل بيكون في وشهم نور مش عادي، لأنهم سبحان الله شافوا النور في ظلمة الليل. هم طول الليل بيصلوا لربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى في النهار بقى بيخلي لهم الوجه في نور. يعني حتى سبحان الله أنا لما بشوف حد بعرف الإنسانة ديت هي بتصلي قيام الليل أو لأ، أو هي بتصلي من الأساس يعني الفروض العادية أو لأ. سبحان الله بيبقى فيه هالة كده على الإنسانة اللي بتصلي. الدعاء بيستجيب. أيوة الدعاء سبحان الله، الدعاء في قيام الليل ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب للي بيقوم في قيام الليل وبيدعوه، لأن انت قايمة الصلاة دي هي مش مفروضة عليك. مفيش مؤذن أذن للصلاة دي. الصلاة دي انت بتقوميها، معنى ان انت قمتي علشان تصلي قيام الليل معنى كده ان انت حابة ربنا وحابة لقاء الله سبحانه وتعالى، يبقى كده هيستجيب لدعائك. سبحان الله الوقت ده من أوقات استجابة الدعاء، الدعاء اللي طبعا بيغير حالك كله. ولو جينا نتكلم بقى عن السكينة والطمأنينة اللي بتبقى في القلب، طبعا اللي بيصلوا قيام الليل بيبقى حاسين بالسكينة بالطمأنينة دي في قلوبهم. بعد كده اما بنصلي قيام الليل بنحس بعدها براحة غير طبيعية. حتى لو اليوم صعب، لو اليوم مليان بالمشاكل، لو الدنيا كلها فيها مشاكل، انت بتبقى حاسة فيه سكينة كده وفيه طمأنينة في قلبك غير عادية. طبعا بيكون لهم اللي بيصلوا قيام الليل بيكون لهم مقام خاص يوم القيامة، وده اللي قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها أعدها الله لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. يعني سبحان الله، يعني اللي بيقوم الليل ليهم مكانة خاصة يوم القيامة. وفي أقوال للصحابة كتير، منهم الصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله بن مسعود، قال إن قيام الليل يطرد النوم عن العين ويرضي الرحمن ويذهب الحزن من القلب. يعني كل من له تجربة في قيام الليل وصلى قيام الليل بيحس إحساس غريب عن أي إنسان تاني، بيحس بطمأنينة وبسكينة وسبحان الله لما بيتكلم عن القلب بيتكلم إن القلب صح بيكون فيه طمأنينة وبيكون فيه سعادة ملهاش حدود. لو جينا نتكلم برضو عن مقولة تانية، في قصة في يوم من الأيام كان في مجموعة من الناس شايفين بعض العباد والصالحين
وكان باين على وشوشهم نور غريب، يعني نور مش مثلا الشمس جاية في وشهم فمنورة، لا، ده نور طالع من القلب، يعني نور كده طالع من القلب نازل على وشهم. فواحد من الناس سأل الإمام الحسن البصري، وطبعا احنا عارفين ان هو من كبار العلماء والتابعين، وقال له: يا إمام، ليه وشوش المجتهدين اللي هم طبعا بيقوموا الليل منورة ليه؟ شكلهم هادي وجميل كده. فابتسم الإمام الحسن البصري وقال له بكل بساطة: لأنهم خلوا بالله في ظلمة الليل فكساهم الله من نوره في وجه النهار. المقولة دي من أكتر المقولات اللي خلتني أحب قيام الليل. يعني الإنسان حتى لو مش جميل، قيام الليل بينور الوش، وسبحان الله بيخلي وجهه فيه نور مش عادي. يعني لما كانوا لوحدهم مع ربنا في الليل بيصلوا وبيدعوا ربنا، أكرمهم بنور باين في حياتهم وفي كلامهم وفي الوجه، حتى من غير ما يتكلموا. انت يعني لو قابلتوا حد كده بيصلوا قيام الليل، هتلاقيه سبحان الله في كلامه، في طريقته، في حياته كلها مختلفة. طيب ايه العبرة اللي ناخدها من قيام الليل؟ قيام الليل بيغير شكل القلب، والقلب النظيف دايما بينور الوش. يعني اللي في القلب زي ما بنقول كده، اللي في القلب بيبان على الوش على طول. ركعتين في الليل بيبدلوا تعبك لطمأنينة، وخوفك لأمان، وهمك لرضا. عايزين كده نؤجر ونجمع حسنات مع بعض. حاولوا كده زي ما استفدتوا، يا رب كده تستفادوا من الفيديو، فيدوا برضو غيركم، وشاركوا الفيديو مع حبايبكم كده ومع أصحابكم. وما تنسوش كده لايك كده جميل وتعليق حلو كده منكم. ولو لسه أول مرة كده بتشوفوني، يلا اشتركوا كده في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.